الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب المشارق والمغارب. خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب. وأشهد أن لا إله إلا الله. ما من مسلم إلا وعلم أن الإيمان بالله حق وواجب. أرأيت الأنعام كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حال. أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهل للنمل كاتب أو حاسب. أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء للناس مشارب. إذا رأيت ذلك كله فوحد الله فلا نجاة لهارب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا سيدنا محمدا رسول الله سل المسجد الأقصى عن قرآنه والرسل تسمع والملائكة مواكب. سل النجوم متى صلت وسلمت عليه في المسارب. سل الشمس سل القمر عن نور رسولنا المصطفى إذ الكل غارب. سل السماوات السبع سل السماوات السبع هل وطأها مثل المصطفى راجل أو راكب. سل أبوابها لماذا تفتحت لرسول الله ومن استقبله على كل جانب. سل جبريل الأمين لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب. سل سدرة المنتهى سل سدرة المنتهى عن كأس المحبة من الساقي ومن الشارب. سل العشاق عن حبهم لرسول الله والناس فيما يعشقون مذاهب. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، تطل على الأمة الإسلامية ذكرى الإسراء والمعراج. إنها الذكرى التي جاءت لسيدنا رسول الله بمثابة المنحة بعد المحنة وبمثابة الفرح بعد الحزن وبمثابة الفرج بعد الضيق. إنها المنحة الإلهية والعطايا الربانية لسيد البشرية سيدنا محمد بعدما لاقى من الإيذاء من المشركين والكفار وبعدما ازداد الحزن على النبي المختار بفقد زوجته خديجة وبفقد عمه أبي طالب، خام الحزن على رأس سيدنا رسول الله وصب المشركون الإيذاء صبا على رسول الله. وإذا بالمولى سبحانه جل في علاه يقول لنبيه ومصطفاه إن كان أهل الأرض بجفائهم قد آذوك فإن الله لزيارته
يدعوك. فأرسل البطاقة المحمدية لسيدنا رسول الله ليسري به عن روحه، فأسري بسيدنا رسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وإذا نظرنا إلى هذه النظرات العجيبة أن تكون هذه الذكرى في أيام يهتك فيها عرض المسجد الأقصى، في أيام ينام فيها المستضعفين من إخواننا المسلمين على مراتب المياه، لا نجد إلا أن نتوسل إلى الله أن ينقذ هؤلاء الغرقى، وأن ينجي هؤلاء الهلكى، وأن يرد المسجد الأقصى إلى المسلمين ردا جميلا. ولم لا؟ وقد قال ربنا في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يدعونا إلى عدم اليأس، يدعونا إلى أن الله سبحانه وتعالى حتما سيجعل بعد الضيق فرج، وبعد العسر يسر، وبعد الصبر نصر. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم عرج به إلى السماوات العلى. من أين؟ من مكة المكرمة؟ كلا. من بيت الله الحرام؟ كلا. بل عرج به إلى السماوات العلى من فوق المسجد الأقصى. يسأل العلماء: لماذا لم يعرج برسول الله من مكة المكرمة من بيت الله الحرام وعرج به من المسجد الأقصى؟ قال العلماء: ما توحد الله وتصلي على رسول الله. لأن للسماء أبوابا فوق المسجد الأقصى، وأن الفضاء الذي تراه بعينك أنت أيها الناظر إلى السماء ليس فضاء فارغا، وليس كما يظن الناس أنه كالصحراء، بل للسماء أبواب، بل للسماء أبواب. والذي قال ذلك هو الله. ما توحدوه. ربنا بيقول في سورة النبأ ايه؟ وفتحت السماء فكانت أبوابا. يبقى الفضاء مغلق مش مفتوح. الفضاء فوق السماء مغلق مش مفتوح، وإلا لا يصنع الله أبوابا على أشياء مفتوحة، لكن الباب دائما على شيء مغلق. ربنا قال في القرآن: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وإيه كمان يا عم الشيخ؟ وعلى الأبواب أمن حراس. ما توحدوا الله. على أبواب السماء حراس وأمن، ممنوع الدخول إلا لمن أذن له. ومن الذي اكتشف ذلك؟ اكتشف ذلك الجن حينما أرادوا الصعود إلى السماء. سيدنا موسى لما تتبعوا فرعون قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى.
قامت الجن طلعت فوق عايزة تعدي تشوف. اسمع ايه اللي حصل لها. ايه اللي حصل للجن لما ارادوا الدخول الى السماء؟ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ممنوع الدخول إلا لمن أذن له. لذلك طرق جبريل أبواب السماوات. قالوا من؟ قال جبريل. قالوا ومن معه؟ قال محمد. قالوا أذن له؟ قال نعم. فقال الأنبياء كل نبي ورسول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الناصح، إلى أن وصل سيدنا النبي إلى سدرة المنتهى، إلى أن وصل سيدنا النبي سماء فوق سماء، إلى أن وصل سدرة المنتهى، وعندها وقف جبريل وانتهى. ما يعديش برضه. أين أنت يا جبريل؟ أهنا يترك الخليل خليله؟ يقوم جبريل يقول لسيدنا النبي أنا لو تقدمت لاحترقت، وأنت يا رسول الله لو تقدمت لاخترقت. سل جبريل الأمين لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب؟ سل سدرة المنتهى عن كأس المحبة من الساقي ومن الشارب. فصعد النبي إلى سدرة المنتهى. ماذا قال رسول الله؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. فأجابه رب الأرض والسماوات قائلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال سيدنا النبي انظروا إلى عدم الأنانية عند رسولنا المصطفى. السلام علينا يعني معشر الأنبياء وعلى عباد الله الصالحين، أي أن نبينا المصطفى تذكرنا حتى وهو عند الحضرة الإلهية. السلام علينا معشر الأنبياء وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال سيدنا المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله. فقال ربنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتصلي على سيدنا النبي. وفرضت الصلاة على سيدنا رسول الله، وبعدما تداول بينه وبين موسى إلى أن قال ربنا أنها 5 في العمل و50 في الأجر، لأنني ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الذي نتعلمه من رحلة الإسراء والمعراج دروسا كثيرة. الدرس العظيم أن الله سبحانه عوض رسول الله، عوض حزنه إلى فرح، استدعاه إلى سدرة المنتهى والحضرة الإلهية. وانظروا إلى عظمة رسول الله. أراد أن يخلع نعله، لكن نهاه ربنا أن يخلع نعله. رغم ذلك كان نهى سيدنا موسى أن يقف على جبل الطور بنعله. قال ربنا لموسى اخلع نعلي إنك بالوادي المقدس طوى. لكن رسول الله مطالبا، سيدنا موسى كان يقول وعجلت إليك ربي لترضى، كان بيتمنى رضا ربنا، إلا إن ربنا كان بيقول إيه لسيدنا النبي ولسوف يعطيك ربك فترضى. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قرأنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر قلوبنا ذاك الرضاء، وحاشاك رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأفضل منك لم ترى قط عيني،
وأجمل منك لم تلد النساء. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ونسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وببركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وببركة هذه الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج لسيدنا رسول الله أن تتغمد الراحل الكريم بواسع رحمته. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر يا رب ذنبه واستر يا رب عيبه. اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعله في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اجعله ممن قلت لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعله يا ربنا ممن قلت فيهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم احفظ يا رب بلادنا مصر واجعلها أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل لبلدنا مصر من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزق أهلها من حيث لم يحتسبوا ببركة الصلاة والسلام على سيد المرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.